بصراحة شوية. قبل ما ندخل في تفاصيل تطبيق النهاردة، احنا عايشين في عصر التطبيقات. بقت فيه هي اللي بتسوق حياتنا كلها. ميزة التطبيقات دي عموما انها بتسهل علينا حاجات كتيرة، وبتوفر وقت ومجهود، وبتخلينا نوصل للمعلومة في ثانية. بس في المقابل العيب الخطير اننا بقينا كسالى معتمدين عليها في كل حاجة. والاخطر من كل ده هي ضريبة الخصوصية اللي بندفعها من غير ما نحس عشان ناخد الخدمات اللي بنسميها مجانية. النهاردة انا جاي اتكلم معاكم عن تطبيق اسمه كليفر تاب اي اي كيبورد. ده باختصار عبارة عن كيبورد او لوحة مفاتيح بتنزلها على موبايلك، مدمج فيها ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي وغيره. وظيفتها انها تساعدك تكتب بسرعة، تصلح لك الجرامر والاملاء، تترجم الكلام وانت بتكتبه، وحتى ممكن تغير نبرة الكلام بتاعك لو عايز تبان رسمي او بتهزر. الاستخدام الصحيح للتطبيق ده عشان ما تلبس في حيط هو انك تستخدمه في الحاجات العامة. يعني بتكتب بوست، بترد على ايميل شغل. لكن اياك ثم اياك تستخدم كيبورد طرف تالت وانت بتكتب باسورد حسابك البنكي او رسائل شخصية جدا، لان الكيبورد دي بطبيعتها لازم تقرا انت بتكتب ايه عشان تعرف تساعدك. ولما دخلت على اراء تعليقات الناس على البلاي ستور، لقيت الاراء مقسومة نصين. نص مبهور جدا بالتطبيق وبيقول انه غير طريقة كتابته ووفر عليه وقت كتير خصوصا في الانجليزي، والنص التاني بيشتكي من الاعلانات الكتير وان التطبيق احيانا بيهنج الموبايل. والاهم ان في ناس كتير خايفة من رسالة التحذير اللي بتظهر اول ما بتسطب الكيبورد، واللي بتقول ان التطبيق ده ممكن يجمع كل بياناتك. وهنا نيجي بقى للنقطة اللي بتخليني اشك دايما: المطور ده بيكسب مننا ازاي طالما التطبيق مجاني؟ الحقيقة يا جماعة مفيش حاجة ببلاش. التطبيقات دي بتكسب بطرق خفية، اولها الاعلانات اللي بتطلع لك فجأة. تاني حاجة انهم يخلوا الميزات الجامدة بفلوس واشتراك شهري بعد ما يخليك تدمن التطبيق. وتالت حاجة واللي دايما بحذر منها، وهي بيانات استخدامك وتفضيلاتك. دي ثروة بتتباع لشركات الاعلانات عشان يستهدفوك، صح؟ لو انت قلقان ومش عايز توجع دماغك في تطبيقات بديلة واكثر امانا لانها من شركات عملاقة زي جي بورد من جوجل، واللي بقى فيه ذكاء اصطناعي، او مايكروسوفت سويفت كي اللي مدمج في الكي بايلوت او كي بايلوت، دول بيقدموا نفس الميزات تقريبا، بس من شركات احنا كده كده بايعين لهم بياناتنا من زمان. نرجع بقى لسؤالنا اللي بدأنا بيه: انت بتسلم بياناتك لجهة مجهولة؟ الإجابة اه. نسبة كبيرة انت بتدي صلاحية كاملة لتطبيق يقرا كل نقرة بتعملها. فلو هتاخد المخاطرة دي عشان شوية مميزات، خليك ذكي واعرف انت بتكتب ايه وامتى توقفه. لو عجبكم الفيديو وشايفين انكم استفدتوا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا نكمل في كشف المستخبي. سلام.